عندنا اسرع بيتزا عشان بقى اولادنا هيقعدوا من المدارس نعملها في ثانيه. عندنا عيش وعندنا كاتشب عاملينه على ايدينا، ان شاء الله هنجيبه لكم، موتزاريلا، زيتون وفلفل. احنا دهنين الصاجه اهو، هندخلها تحت الشوايه على طول. هندهن العيش كاتشب اهو. مش هتاخد ثواني معاكي، علشان حبايبنا بقى قاعدين من المدارس وعايزين يغيروا في الاكل. اسرع حاجه. وهنحط الفلفل معايا حبايبي، نزود بس الكاتشب شويه عشان تبقى لها طعم. هنحط الفلفل، هنحط الزيتون. خليكم معايا يا حبايبي. على فكرة احنا هنحطها تحت الشواية، معلش ملحوظة، لازم العيش يكون الرغيف طري شوية، ما يكونش من العيش اللي هو الناشف، ولازم يكون مش لازم طازة، طلعيه من الفريزر عادي جدا. وايه، نسيبه لما يهدى خالص وندهن الصينية زيت ونشتغل، ولا فيها اي حاجة. دلوقتي بنحط التشيدر او الموتزاريلا. ثواني بس لقيتها، صدقوني ولا اسرع من كده ولا اسرع من كده. هندخلها الفرن بقى تحت الشوايه على طول، وهنشوف هتطلع شكلها ايه. بس يا حبايبي، بس مش هنسيبها تحمر قوي علشان هنا هتنشف، عشان ده عيش مش زي العجين، لكن ظريفه وسريعه وما خدتش مننا وقت. هنقطعها شايفين يا حبايبي جمالها؟ بس هي ايه، سخنه مولعه مش قادرين نمسكها. يا رب تعجبكم، وهي بسيطه وسهله، وكل ما يبقى العيش تخين مش هينشف مننا. جربوها جربوها ومش هتبطلوا عمايلها. ارجو ان انتم ما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي.